ازاي تتعامل مع عربيتك في الشتاء؟ بما ان الشتاء دخل علينا فتعال اقولك شوية حاجات تعملها في عربيتك وتخلي بالك منها هتفيدك جدا في الشتاء. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناة وتدوس لايك لو الفيديو عجبك، ويلا بينا نبدأ. خليني في الاول اعرفك على اول واهم حاجة وهي تسخين العربية. بص، العربيات الحديثة ما بتاخدش وقت كتير عشان تسخن، هي دقيقة كفاية. بس في الشتاء الموضوع بيختلف، الموتور بيبقى ساقع جدا والزيت بيبقى مش في درجة حرارته المثالية عشان يؤدي وظيفته صح. فهتلاقي اصلا لما بتدور العربية الار بي ام بيحدف معاك لواحد ونص، ولو البرد شديد قوي بتوصل لاتنين كمان. فاستنى لحد ما الار بي ام ينزل تحت الواحد وتقدر تتحرك وتسوق زي ما انت عايز. انت كده بتحافظ على قطع المحرك الداخلية عشان بتخلي الزيت يبقى في درجة حرارته الممتازة اللي يقدر يحمي فيها القطع من الاحتكاك في بعض. الكاوتشات، وهي اول سبب للحوادث في الشتاء. خلي بالك، لو البلد اللي انت عايش فيها بتمطر جامد لازم تشيك على الكاوتشات وعلى النقشة بتاعتهم. خلي دايما عينك على الكاوتشات كل فترة كده، وخليهم على ضغطهم المظبوط بتوصية المصنع. نقشة الكاوتش بتتمسح من الاستخدام، فما بيكونش فيه مسارات للمية انها تمشي في الكاوتش، وبيكون الكاوتش املس خالص فبيتزحلق وللأسف هيزعلك جامد. ولاخواتنا في دول الخليج البوالين مع المطر خطر جدا. الكاوتشات دي شكلها حلو بس ما بتديش تماسك وثبات خالص في المطر. وبالمرة شيك على تيل الفرامل برضو، لو محتاج تغيير أرجوك غيره. التيل من بعد ربنا هو اللي هينقذك في الشتاء، ما تستهونش بيه. مساحاتك لو منتهية أو ما بتمسحش كويس غيرها عشان تديك رؤية واضحة في المطر. وحط مية مساحات مخصوصة يكون فيها منظف عشان لو في طينة على الإزاز يتمسح بسهولة. الشبورة أو الضباب، لو الإزاز هو اللي مشبر كل اللي هتعمله إنك هتشغل هوايات التكييف على السخن أو الدافي، هتلاقي الشبورة بتختفي معاك في أقل من دقيقة. ولو الجو هو اللي فيه ضباب فالتعامل هنا بيكون معاه صعب شوية، بس ضروري جدا تكون عارف تتصرف ازاي. وأول حاجة إنك هتشغل أنوار الضباب الأمامية والخلفية لو عندك، بس لو مركب ليد في كشافات الضباب ياريت ما تشغلهاش، هنا هتشتغل بطريقة عكسية، وبدل ما هتنور لك الطريق قدامك هتعميك. هتشغل الكشافات بس لو الكشافات هيلوجين أو لونها أصفر يعني. امشي بسرعة معتدلة، لا تمشي بسرعة ولا تمشي بطيء. كيف نفسك على حسب الشارع اللي انت فيه، ولو عايز تقف خد أقصى يمين موجود وشغل الانتظار. ولو في رملة على اليمين ياريت تدخل فيها، هيبقى أمان لك بكتير. بس خلي الوقوف للضرورة القصوى دايما عشان اللي وراك مش شايفين حاجة. حاول تتجنب الأنفاق قدر الإمكان عشان المية بتكون متجمعة فيها وهتعطل بعربيتك جوه النفق وهتبقى كارثة. ولو في بركة مية بلاش روح فين ديزل تطلع ونلاقيك ماشي بسرعة في البركة، عشان المية لو عالية وانت ماشي بسرعة المية هتوصل لفلتر الموتور وهتدخل المحرك وهترجع بعربيتك على ونش، فبلاش. قبل ما تنزل من بيتك افتح مابس وشوف الطريق اللي هتمشي فيه كويس، سالك ولا مقفول ولا ايه دنيته. ده هيسهل عليك كتير وهيخليك تريح دماغك وما تبقاش قلقان طول ما انت سايق. ولو فعلا في طريق مقفول بسبب المطر، مابس هتلاقيه بيديك طريق بديل تقدر تمشي فيه بسلام. وفي وقت السيول حاول تركن عربيتك في اعلى حتة في الشارع موجودة قدامك، زي مطلع او باركينج فوق عشان المية ما تاخدش عربيتك وتمشي. وحاجة اخيرة، ودي بقى عشان تحافظ على كرامتك وماء وجهك، لما تلاقي بركة مية وفي ناس بتمشي جنبها هدي سرعتك عشان ما ترطش عليهم مية، عشان صدقني لو طرطشت عليهم مية هتسمع ألفاظ مش هتعجبك. وكده نكون خلصنا. أتمنى تكون استفدت من الفيديو، وما تنساش تشترك في القناة وتشارك الفيديو مع غيرك عشان يستفيد. سلام.